وحشتوني أوي أوي أحلى ناس في الدنيا. جايبة لكم النهاردة قصة جديدة من قصص وحكايات اللي عاشتها تسنيم لما قررت تغير حياتها. قولولي لو انتوا مكانها هتغيروا حياتكم؟ ولو جالكم العرض ده ان انتوا تغيروا وتعيشوا الحياة اللي انتوا عايزينها، هتعملوا كده ولا هترفضوا؟ قولولي تحت في الكومنتات، ويلا بسرعة نبدأ في قصتنا. يلا، أنا مستعدة أعيش قصة وحكاية جديدة. ومرة واحدة كانت تسنيم في مكان مختلف تماما عن كل مرة، وبالتحديد وسط الزرع. كفاية رغي منك ليه؟ خلصوا شغلكم. حاضر حاضر، اهو بنشتغلوا. وكان وقتها موسم حصاد للزرع، وكانت تسنيم شغالة هي وأصحابها زي كل يوم، لحد ما شافته زي ما كل مرة بتشوفه بيخوفها شكله. ومجرد ما بتسمع اسمه بتستخبى ورا الشجرة. من وقت ما بقيت تشتغل في المزرعة دي وهي على طول بتستخبى منه، مش عارفة ليه، لكن ده شعورها الدائم. أول ما تشوفه بتخاف وتجري تستخبى. قولي، هي البت المستخبية ورا الشجرة دي اسمها ايه؟ ايوه البت دي اسمها تسنيم يا سعادة البيع. ايوه قولي، يعني بنت مين هنا؟ واللي ما انا خابر يا سعادة البيع، هي من 6 شهور جت تدور على شغل، واحنا كنا محتاجين بنات ياما وشغلناها معانا وقتيها. طيب يا عبد الصمد، روح انت تمم على الزرع والمحصول علشان هيتحملوا بكرة الصبح، وانا هقعد معاكم اسبوع. تشرف وتنور، تشرف وتنور يا استاذ مهاب. وتسنيم كانت لسه مستخبية منه، ولحد دلوقتي هي مش عارفة ليه مستخبية. أسبوع؟ هيقعد معانا أسبوع؟ أعمل إيه بس أنا دلوقتي يا ربي؟ يعني هما بيكونوا 10 دقايق وبخاف كده، أمال لما يفضل أسبوع إيه اللي هيحصل فيا؟ استرها يا رب، يا رب استرها معايا، انت علمان بحالي يا رب. ولقيت صوت الريسة بتنادي عليها: يا تسنيم، انت يا بنت يا تسنيم، وينك؟ رحت فين؟ يلا خلصي ورانا شغل. ايوه، اديني جاية اهو، جاي. وبعد يوم طويل خلصت تسنيم هي وكل زمايلها الزرع والشغل اللي وراها، وطلعت اوضتها علشان تستريح وتنام. وهي كانت أوضة بيكون فيها بنات المغتربين اللي بيشتغلوا في المزرعة، مزرعة العز. شفتي يا بنت يا نور؟ مش الباشمهندس مهاب صاحب المزرعة هيقعد معانا أسبوع بحاله؟ أيوة، سمعته النهاردة، ده أول مرة يعملها من ساعة ما اشتغلت. بقالي 2.5 سنين بشتغل في المزرعة، أول مرة يقعد أسبوع بحاله معانا. على طول عبد الصمد هو اللي ممشي الشغل، هو أول مرة يقعد أسبوع. ما خبرش ليه؟ أهو، على رأي المثل، يخبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. ايوه صح، معاكي حق. الا قوليلي يا تسنيم، انت ليه كل ما تشوفيه تستخبي ورا الشجرة؟ ما خبراش يا نور، كل ما اشوفه قلبي يوجع في ركبي، واجري ورا الشجرة استخبى، خاف لحسن يشوفني وكأنه حنش هيعضني. معرفش، بخاف منه يامي. وهو في حد يخاف من سي مهاب؟ ده يقول للقمر قوم وانا اقعد مطرحك. معرف ازاي تخافي مني يا بيت؟ هو عمل لك حاجة قبل كده؟ قوليلي، ده انا اختك. ايه اللي بتقوليه ده؟ عمل لي حاجة ايه؟ ولا عمل لي حاجة ولا بهجة. قومي علشان ننام علشان شغلنا الصبح، وربنا يسترها ويعدي الايام اللي جاية على خير. طيب بالراحة، واحدة واحدة علي. عارفة يا بنتي يا تسليمة، أنا سمعت إن مهاب ده أصلا خريج جامعة من جامعات برا، ما اتعلمش في مصر، لا اتعلم برا. وقال إيه؟ بيحب الأرض والزرع علشان هي شغلانة جده وأبوه، فبيجي ياخد باله من الزرع. أنا معرفش يا أختي، تعليم برا ويجي للطين، أما ناس ما تحبش غير الهم. يا باي عليك يا نور، صدعتيني. قومي نامي، ورانا شغل الصبح، قومي. ونامت نور وتسنيم وفي مكان تاني لكن في نفس المزرعة. يا ترى ايه حكايتك يا تسنيم؟ وليه كل ما تشوفيني تستخبي ورا الشجرة وتفكريني مش شايفك؟ ايه اللي مخبياه يا تسنيم؟ انا مش همشي من المزرعة غير لما اعرف انت ليه كل ما تشوفيني بتستخبي.
يا خبر بفلوس، بكرة يبقى ببلاش يا تسنيم. وتاني يوم الصبح نزلت تسنيم ونور علشان تشتغل في الزرع زي كل يوم وزي عادتها، ومهاب نزل علشان يراقبها ويشوف ايه تصرفاتها لحد ما وجه كلامه لعبد الصمد. ايه الاخبار يا عبد الصمد؟ طمني، الزرعة خلاص كلها وصلت؟ اطمن يا بيه، كله وصل مكانه وكل الزرع طلع زي ما سعادتك امرت، وكله تمام وعالي العال. كويس كويس. قول لي يا عبد الصمد، انا الاسبوع اللي انا هقعدهم هنا محتاج بنت تخدمني وتروق لي المطرح. شوف لي بنت من البناتك دي، او اقول لك ناديهم لي كلهم وعرفني عليهم واحدة واحدة. ايوه حاضر 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 يا سعادة البيه، حاضر. انت يا بنت منك ليها، انت يا بنت تعالي هنا. اهم يا سعادة البيه، ست فتحية شغالة معانا من ايام ابوك، ربنا يديه الصحة. وتسنيم شغالة معانا بقالها 6 اشهر، وبنت عال العال وزين الزين. ودي نور شغالة معانا بقالها 2 سنين ونص، ويا زين الأخلاق والسيرة يا سعادة البيه، شوف اللي انت عايزهم فيهم وخدها تخدمك في الدوار. عاملين ايه؟ مبسوطين معانا هنا ولا في حاجة مضايقاكم؟ قولولي. لا يا سعادة البيه، نحمد ربنا، كل شيء تمام التمام وربنا يزيدك من وسعه يا رب. تعيش يا بيه، ده احنا عايشين من خيرك ومن خير الأرض، ربنا يخليك ويوسع لك أكتر وأكتر. وانت يا تسنيم، ايه مبسوطة معانا هنا؟ ايه انا ايوه يا سعادة البيه، ربنا يخليك ويوسع لك رزقك يا رب. مبسوطة. في يا بنت يا تسنيم، ما تتكلم عدل، ما تزعقش فيها يا عبد الصمد، تلاقيها خايفة ولا حاجة. طيب يا تسنيم، انت من النهاردة هتشتغلي عندي في الدوار، تشوفيني محتاج ايه وتعمليهولي. ايه اني يا سعادة البيه في الدوار؟ لا ما اقدرش. واه، في ايه يا تسنيم؟ تقولي حاضر ونعم وبس، حاضر ونعم. ايوه صح حاضر ونعم، حاضر يا سعادة البيه، معاك عالدوار. وراحت تسنيم مع مهاب في الدوار بتاعه او البيت اللي في وسط المزرعة علشان تخدمه وتشوف طلباته، لكن هي من جواها مرعوبة. قوليلي يا تسنيم، تعرفي تطبخي ايه؟ اللي حضرتك عايزه هطبخهولك يا سعادة البيه. طيب زين، اعملي لي ملوخية بالفراخ، تعرفي؟ ايوه يا سعادة البيه، بعرف اعمل ملوخية وفراخ وجرانب وكله، عن اذنك. وسابته تسنيم وراحت على المطبخ علشان تعمل الملوخية والفراخ، وهي بتقول في نفسها يعني يا ربي من كل البنات اللي في المزرعة يختارني انا اللي اجي اطبخ واعمل، يا رب استرها يا رب ومحدش يعرف، يا رب استرها. وملوخية اللي عايزة دي ملوخية وفراخ، طب ما يطلب اكل من برا، انا عارفة بقى. اوف، اديني اهو قربت اخلص. اتفضل يا سعادة الباقي، الاكل كل اللي حضرتك طلبته وزيادة اهو، بالهنا والشفي. الاكل فعلا شكله جميل جدا يا تسنيم، تسلم ايدك، تعبتك معايا. لا ولا تعب ولا حاجة، يعني عادي. ايه ده، انتي بتتكلمي مصري اهو، هو انتي مش من الصعيد ولا ايه؟ لا يا بيه، ده انا صعيدية ومن الصعيد الجواني كمان، لكن اهو كام كلمة اتعلمتهم من على التلفزيون من كتر الافلام والمسلسلات زي ما حضرتك فاهم. الافلام والمسلسلات، ايوه طبعا فاهمك يا تسنيم. طيب اقعدي ناكلوا مع بعض. لا ما يصحش يا بيه، ما يصحش. قلت اقعدي، ما فيش غيري وغيرك هنا، وانا ما بحبش اكل اكل لوحدي، وكمان مش هتدوقي اكلك. اقعدي يا تسنيم علشان ناكله، خلصيني. حاضر يا سعادة البيه، حاضر هقعد، حاضر هاكل اهو. وقعدت تسنيم مع مهاب على الترابيزة وبدأوا ياكلوا، وهو فتح معاها الكلام وقال لها قوليلي يا تسنيم، انت من الصعيد الجواني من فين؟ أني من سوهاج يا سعادة البيه، من سوهاج. يا بوي ده بعيدة قوي. وعلى كده من بيت مين، عرفات ولا بيت محسن؟ ايه
إيه ايوه انا من بيت محسن بس فرع بعيد كده. ما اظنش حضرتك تعرفهم. لا ازاي تقولك ده انا ما جاش كبير السعيد لو معرفهمش. انا اعرف واحد واحد وواحدة واحدة فيهم. انت بنت مين على كده؟ ايه تعرفهم واحد واحد؟ لا صح. ايوه بقولك اعرفهم واحد واحد. بس على كده انت ليه سبتي بلدك وارضك وجيتي تشتغلي هنا؟ لا اكل العيش يا بيه، اكل العيش هنعمله ايه؟ انا الحمد لله شبعت. هطلع اريح شوية. تأمرني بحاجة تاني؟ لا يا تسنيم، روحي، مش عايز حاجة تاني. يا ربي اعمل ايه؟ انا لو فضل الحال على كده انا هتجنن. اقول له ايه؟ اهو عرف انا من فين ومن عيلة مين. يا رب ما يعرف حاجة تاني. انا بكرة الصبح هسيب البيت وامشي ولا كأن اي حاجة حصلت. يا رب يا رب. وهي ارض الله واسعة. يعني اللي خلاني اشتغل هنا اشتغل في اي مزرعة متدارية تاني وخلاص. استرها معايا يا رب. يعني انت يا تسنيم من بيت محسن في سوهاج، ايه حكايتك؟ ومن متى بنات عيلة محسن بيطلعوا برا دارهم؟ لا ده انت وراكي سر كبير وانا لازم اعرفه. وتاني يوم الصبح اول ما صحيت تسنيم راحت لمهاب. صباح الخير يا سعادة البيه. انا جاية اقول لك ان انا ما مش مستريحة هنا. يا اما اروح للزرعة يا اما اخد حسابي وامشي. ليه تسنيمك ده؟ هو انا زعلتك في حاجة؟ لا يا بيه، بس انا مش مستريحة في خدمة البيوت كده. طيب اقعدي يا تسنيم، عايز اسألك على كام حاجة ويا ريت تكلميني مصري، لاني عرفت انك خريجة جامعة امريكية مش زي ما انت مفهماني. ايه؟ انت عرفت منين ان انا خريجة جامعة امريكية؟ ما انا قلتلك امبارح ان كبير السعيد. كنت مفكراني بهزر؟ لا، ما انا عارفة ان انت كبير السعيد، علشان كده اخترت ان انا اشتغل في المزرعة بتاعتك علشان اكون تحت حماك. طيب يا تسنيم، انا عارف حكايتك من الاول لكن احب اسمعها منك، ويا ريت ما تكدبيش عليا في حاجة. اظن ان انت عارفة انا مين كويس. ايوه طبعا عارفة. انا تسنيم، ويمكن دي الحاجة الحقيقية الوحيدة اللي انا عايشاها هي اسمي. اتولدت في القاهرة، وعيلتي كبيرة زي ما انت عارف في الصعيد. عيلة محسن. وقد ما هم كبار على قد ما كان الجيش عملي قلبهم. وانا كنت مسافرة انا وابويا في يوم ومامتي معانا، لكن القدر كان مقرر ان هما ياخدهم. هما الاتنين ماتوا، وعملنا احنا التلاتة الحادثة وهما ماتوا، وانا دخلت في غيبوبة لمدة سنتين. وبعدين فقت لقيت عمامي وعيلتنا كلها حواليا، ولاني انا الوريثة الوحيدة لابويا قرروا يجوزوني لابن عمي من غير منطق، ويمحوا حياتي كلها ويمحوا مسيرتي وياخدوا كمان ورث ابويا غصب. ولما طلبت بحقي رفضوا وقالوا لي يا تتجوزي ابن عمك يا اما هنقتلك. فانا ما كانش قدامي حل ساعتها غير ان انا اهرب. وكنت عارفة ان انت كبير الصعيد، علشان كده جيت ان انا استخبى هنا علشان لما يدوروا عليا محدش هيستجري يدور في مزرعة العز اللي صاحبها مهاب باشا. ومن ساعتها وانا مستخبية هنا. معرفش كنت هفضل مستخبية لحد امتى، لكني على الاقل اخترت ان انا استخبى لحد ما اقدر اخد حقي منهم. علشان كده كنت بتستخبي كل ما تشوفيني؟ بتستخبي لحسن اعرفك؟ ايوه كنت خايفة ان انت تشوفني وتعرفني وتوديني ليهم. لا يا تسنيم، يبقى ما تعرفنيش، لان انا ما اخدش المظلوم ووديه للظالم، ده انا اخد حق المظلوم من الظالم. تقصد ايه؟ مش فاهمة. اقصد اللي انت فهمتيه. انا هجيب لك حقك من عيلتك اللي اخدته، لان انا مرضاش بالظلم ابدا، بس على شرط واحد بس يا تسنيم. شرط ايه؟ تقبلي تتجوزيني؟ لازم تكوني في عصمتي علشان وانا بتكلم ابقى بتكلم بقلب جامد واعرف اخد حقك. اتجوزك؟ علشان اخد حقي لازم اتجوزك؟ طب ولو رفضت؟ اكيد برضه هقف جنبك ومش هسيبك، لاني عمري ما اتجوز واحدة غصب عنها، بس قدام اهلك هبقى جوزك
علشان أعرف أتكلم بقلب قوي. موافقة يا تسنيم؟ ماشي، موافقة. وفعلا مهاب أخد تسنيم لعيلتها وأخد لها حقها زي ما وعدها، وما سابهاش ولا لحظة واحدة لحد ما قدر يرجع لها كل حقها، وعرفهم إن هي ليها ظهر، وظهرها هو نفسه مهاب كبير الصعيد، وحذرهم لو حد قرب لها تاني هيبقى كأنه بيقرب له هو، مش بيقرب لتسنيم. أهو زي ما وعدتك رجعتلك حقك كله، والقرار ليكي في الآخر، تعملي اللي انت عايزاه. عايزة ترجعي القاهرة وتعيشي فيها، انت حرة، اللي انت عايزاه أنا معاكي فيه يا تسنيم، ولسه عرضي مستمر. تتجوزيني؟ ليه؟ ليه عايز تتجوزني؟ أنا راجل عملي يا تسنيم، ماليش في كلام الحب، لكن إحساسي كل ما أشوفك بيستخبيها مني ورا الشجرة لا يمكن أتغاضى عنه. إحساس أول مرة أعيشه، وكأني عايز أخدك وأخبيكي في حضني بدل ما تستخبي مني ورا الشجرة. علشان كده أنا عايز أتجوزك. معرفش مشاعري دي معناها إيه، لكن اللي أنا عارفه إن أنا عايز أكمل الباقي من عمري معاكي. موافقة يا تسنيم؟ بعد وقفتك معايا وإن أنت رجعت لي حقي، أنت الوحيد يا مهاب اللي أقدر أأمن نفسي معاه. أيوة، موافقة إن احنا نتجوز. وفي اللحظة دي رجعت تسنيم الحقيقية لحياتها. بجد أنا مش مصدقة، هو ممكن أهلي يعملوا في بنتهم كده؟ لكن أنا مبسوطة إن ربنا بعت لها مهاب علشان ياخد لها حقها ويكون سند وعوض ليها. يلا أنا عايزة أعيش الحكاية الجديدة بسرعة. ولحد هنا نكون خلصنا قصة النهاردة. قولولي، لو كنتم مكان تسنيم كنتوا هتعملوا ايه؟ هتكملوا في الحكاية ولا تختاروا قصة جديدة وتعيشوا حكاية تانية؟ ولو قدامكم العرض ده تختاروا تعيشوا حياة شكلها ايه؟ قولولي تحت في الكومنتات، واستنوا حكايات تانية هتعيشها تسنيم وهنعيشها معاها، منها حكايات حقيقية وحكايات واقعية من حياتنا، وهنشوف الحكم ونتعلم من كل حكاية ومن كل قصة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل الحكايات اللي جاية أول لما تنزل. ولو قصة النهاردة عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات، واللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنوني في الحكاية اللي جاية من حكايات مريان. باي.